عدنا تاني لحضراتكم قناة نور للإعلان بس مباشر على اليوتيوب والفيسبوك. بنتكلم على أهم حاجة في قرية دريم هو المطب يا جماعة. والله المطب ده مشكلة كبيرة، احنا مش حاسينها دلوقتي، هنحسها بعد ما بعد ما يحصل أي مشكلة لا قدر الله على الطريق. طب هنتكلم عن إيه طيب حضرتك؟ هنتكلم عن المطب ده يا جماعة في منطقة مهمة جدا. هي ايه المنطقة المهمة دي؟ منطقة مدارس أطفالنا، لسه أطفالنا يعني الفراعنة الصغيرة دي لسه داخلة أول سنة في حياتها اللي هي سنة أولى ابتدائي. فطبعا أول مرة يطلعوا يمشوا لوحدهم ويروحوا المدرسة، فبتواجههم المشكلة دي اللي هي مشكلة المطب. يا جماعة والله العظيم أنا في كلامي بوجهه لأهالي يا جماعة والله العظيم موضوع المطب يعني مش عايز اقول لكم اهم حاجه هو موضوع المطب. يا جماعه مطب عند البوسطه ومطب عند السنترال ومطب على المعديه بيربط الناس المتهوره زي الشباب اللي بيركب موتوسيكلات ويجري على اخر سرعه، بيركب توك توك. ما هو كلهم انت هتعذبه، انت يعني معلش انت هتعذبهم ازاي؟ هم معهمش لا رخصه قياده ولا سواقه ولا اي حاجه، هو اطفال. الطفل اللي بيسوق يعني كام؟ ممكن نقول 10 سنين 12 سنه 15 سنه وبيجري على اخر ما معاه وبيطير، يقوم يتقلب من فوق الموتوسيكل يقوم يروح يتوكل على الله. يا جماعه احنا مش عايزين كده، معلش احنا عايزين مطب عند البوسطه عند السنترال على المعديه يقوم يعني يلجم الناس دي. بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ حفظا على ارواح اطفالنا الابرياء. طبعا موضوع البوسطه الناس كبيره اللي بتروح تقبض، ناس كبيره يعني الناس على المعاشات هي اللي بتروح تقبض، فطبعا ماشيه على قدها، ما زيها زي الطفل اللي في المدرسه برضه نفس القصه. فعشان خاطري رجاء نتكاتف كلنا ونعمل 3 مطبات، واحد عند البوسطه واحد عند السنترال واحد عند المعديه. معلش يا جماعه انا اسف، فاصل ونعود تاني مع علاء رمضان وهيقول لنا رايه في المطب.